دي بالظبط من شهرين. دي بعديها من شهرين. ظهرت لي الاول كانت صغيره جدا، بعد كده فضلت تكبر، الموضوع مقلق، رحت كذا مستشفى، رحت كذا دكتور، علاجات مختلفه، يعني كان كل دكتور بيديني علاج مختلف غير اللي بعده. الموضوع بيزيد وهي بتكبر في دماغي ومفيش نتيجه، العلاج مش جايب نتيجه. في ناس كتيره حواليا قالت لي انت لو حقنت شعرك هيطلع بسرعه جدا، حقنت شعري والكلام ده كله. انا مش فاكر انا حقنت ماده كان اسمها ايه، دي حقن بتطلع الشعر، حقنت والكلام ده كله. عايز اقول لك الحقن دي مؤلمه جدا، مؤلمه جدا. هي ظهرت لي مرتين، اول مره دي حقنت فيها تمام والشعر طلع وكان زي الفل. بعديها بقى تاني مره لما ظهرت لي كانت ظاهره لي برده كبيره والكلام ده، بقت صغيره وكبرت وحقنت برده. دي تاني مره اللي عذبتني، فضلت علاجات وحقن، الموضوع كان صعب بس برده ما كانش فيه نتيجه. قعدت كتير جدا اعالج فيها. الدكتور اباظه صديق ليا واحنا شغالين مع بعض، يعني كنت عنده في مره، هو على طول شايفني بلابس كاب فسالني ايه مش حوار الكاب دوت. فقلت له والله يا دكتور انا عندي مشكله في راسي من ورا، قلت له دي مضايقاني وعالجتها كتير قوي ومش راضيه تروح. اداني منتج ازازه زيت، قال لي يا باشا تستعملها هي والديرما. بالظبط استعملتها بالظبط شهرين، اقل من شهرين كانت قضت تمام عليها. استعملت الديرما كل 3 ايام مره، والزيت طبعا كنت بدهن منه في الاول خالص لما كانت كبيره، كنت بدهن منه مره الصبح ومره بالليل. بعد كده بقيت بدهن منه مره واحده بس اللي هي الصبح. بعد 3 اسبوع بدات الاقي شعر صغير خالص رفيع اللي هو اسمه البيبي هير بدا يظهر. بعد كده مع الاستعمال لقيت الشعر طلع عادي واختفت تماما.